طيب العبادة حق من؟ حق الله عز وجل، فمن صرف حق الله لغير الله فقد ظلم. فلذا قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. عرفتم ليش الشرك ظلم؟ لأن العبادة حق الله عز وجل، فمن أخذ من هذه العبادة ولو بعضها ولو مرة واحدة لغير الله ظلم، أعطى الحق لغير مستحقه. من الذي يستحق العبادة؟ الله وحده. فمن صرف الحق الله لغير الله صار ظالما. فقال جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عرفتم كيف؟ هذا معنى الشرك ظلم، لأنه صرف لحق الله يعطيه غير الله. ومن أعطى شيئا من الحقوق لغير صاحب الحق فقد ظلم، كما لو اختلف اثنان على قطعة أرض وهي للأول فالقاضي حكم بها للثاني، ظلم هذا وليس ظلم؟ طيب إذا حكم بنصفها للثاني ظلم، هي للأول، هي حق الأول، هذه أوراقها، هذه ثبوتات، هذا كذا حق. فلو أعطى شيئا منها ولا نصفها ولا كلها لغير صاحب الحق ظلم. طيب العبادة لمن؟ كلها لمن؟ لله، ويكون الدين كله لله. فمن صرف شيء من الدين من العبادة من حق الله لغير الله ماذا فعل؟ ظلم. قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم.